بتختلف الظواهر التضاريسية الموجودة على الأرض، واللي من أهمها الجبال. أما العلماء جم يعرفوا الجبال، قالوا هي الأرض المرتفعة عن 1000 متر ولها قمة، وبتمثل الجبال حوالي 24% من مساحة الأرض الإجمالية. وتعتبر قارة آسيا هي أكبر قارات العالم احتواء للجبال، حيث تحتوي أراضيها على نسبة تتجاوز 60% من الجبال اللي موجودة في العالم. وتعتبر قمة إيفرست هي أعلى جبل في العالم أو على كوكب الأرض بارتفاع يقرب من 9 كيلومتر مربع. اتسمى جبل إيفرست بالاسم ده نسبة إلى البريطاني سير جورج إيفرست، اللي اكتشف الجبل سنة 1856، واللي قدر ارتفاع الجبل بحوالي 29002 قدم. ولكن عندما تم قياس الجبل في فترة قريبة باستخدام مقاييس حديثة، بلغ ارتفاع الجبل 29028 قدم. جيولوجية الجبل ده بتوضح إنه من الجبال حديثة العمر، ويشكل الجبل ده طبقات من الحجر الجيري. على المنحدرات المتجمدة لجبال إيفرست عثر على بقايا أسماك متحجرة، وبكده يدل على إن أعلى جبل في العالم كان من ملايين السنين كان موجود في قاع البحر. وعلى الرغم من إن قمة إيفرست هي أعلى قمة في الكرة الأرضية، إنما بيتفوق عليه عدد من الجبال اللي موجودة في كواكب تانية. عندك مثلا جبل أوليمبوس مونس، أعلى قمة جبلية في النظام الشمسي، واللي موجودة على كوكب المريخ، وبيبلغ ارتفاعه 21171 متر، وهو أعلى قمة جبلية حددها العلماء في الكون لحد الآن.